السلام عليكم يا فندم. لو عندك مطعم مأكولات لازم تتعلم ان كل خامه بيطلع منها صنفين ثلاثه. لو عندك بتنجان يطلع منه مسقعه، يطلع منه بابا غنوج، يطلع منه بتنجان مقلي. لو عندك كرنب يطلع منه كول سلو، ويطلع منه سلطه خضراء، ويطلع منه كمان محشي. طب عندك دفع رباعي مفيش مشكله، يطلع منه كوبيه، ويطلع منه سيدان، ويطلع منه هاتشباك. هاتشباك مش شغال عادي برضه، ركب له رفارف كبيره وحط له مساعدين تعليه شويه. انا احمد نوح الوتفندي، والنهارده هنجرب سوبارو اكس في. العربيه دي في الاصل اصلا يعني سوبارو امبريزا هاتشباك، وبعدين سوبارو استخدمت عليها باكج كده، علتها شويه وشويه رفارف وشويه تنفيخات وبتاع، وبقت تسوقها تحت اسم مستقل اللي هو اكس في. حتى العربيه بتتسوق في بعض البلاد زي اليابان مثلا على انها امبريزا اكس في. طب ليه انا بقول النقطه دي؟ اولا عشان انفي المعتقد ان دي عربيه مستقله بذاتها. ثانيا عشان اقول حاجه مهمه قوي، العربيه دي ما هياش كروس اوفر بدفع رباعي جايه تجري تفرك شويه كده في الرمله وبعدين تروح بيتها. العربيه دي عربيه اتعملت عشان تستغل اصلا كفاءه نظام الدفع الرباعي او الدفع الكلي بتاع سوبارو وتطلعه لمستوى احسن بكتير. ودي نقطه مهمه جدا، هي ما جاياش تملى فراغ، هي جايه تطلع حاجه كانت مدفونه في الاول درايف ده. العربيه دي سعرها النهارده بيبدا من حوالي 420 ل 480 الف جنيه. بالنسبه للتصميم، في اكس في استغلت تصميمها بشكل ذكي جدا في انها تخلق شخصيه قويه وهجوميه للعربيه عشان تفصل نفسها بالكامل عن امبريزا، فاستخدمت رفارف عاليه وعليها زوايد بلاستيك وكمان شويه عضلات واضحه مع ارتفاع ملحوظ عن الارض، وده بيدي العربيه مساحه اكبر للاستفاده من نظام الدفع الكلي بتاعها وبيخليها تبدو ليك انها عربيه مغامره مش مجرد كروس اوفر عاليه شويه. الحقيقه اكس في تبدو احلى بكتير مع التصميم ده من امبريزا نفسها. جوه الكابينه الامور عمليه لاقصى درجه تتخيلها، تصميم التابلو ما فيهوش اي خطوط جذابه تقريبا، وكل حاجه محطوطه في مكانها بشكل متوقع اكتر من لازم. ويمكن اللمسه الجماليه الوحيده اللي عينك هتيجي عليها هي الاضاءه الحمراء والتجهيزات الكتير في الفئه العاليه من العربيه دي. مستوى الخامات جوه اكس في كويس قوي، ومستوى التقفيل كمان ممتاز. المساحات المتوفره للركاب قدام كويسه جدا وتتحرك فيها بحريه، الا ان المساحه اللي ورا مش بنفس تميز المساحه اللي قدام. صحيح ممكن تقعد ورا 2 أو 3، الا ان الشخص اللي في النص مش هيكون مرتاح قوي بسبب نفق الفتيس. مساحات التخزين جوه اكس في كتيره وكبيره جدا، ودي حاجه ممتازه، خاصه ان الشنطه 380 لتر بس، وده رقم متواضع شويتين، ولكن لما تستخدمها هتحس انها مناسبه، وخاصه لو فكرت تتني الكنبه اللي ورا وتوصل المساحه دي ل 1270 لتر. ولو تغاضينا عن المساحه بتاعه الشنطه، يعاب عليها كمان ان حافه التحميل بتاعتها عاليه شويه مع ارتفاع العربيه اصلا، ففكره رفع حاجات تقيله جوه العربيه او سحبها منها مش حلوه خالص. ايوه، ده يوم جديد وده لبس جديد، ودي ثالث مره نصور نفس العربيه ونقول نفس الكلام، بس منه لله المايك. وضعيه السواقه في اكس في وضعيه عاليه شويه، بس مش عاليه بشكل يضايق، يعني تحس انك قاعد فوق نخله كده والهواء عمال يجيبك ويوديك. عاليه بشكل تحس انك مسيطر على الطريق، خاصه ان المساحات الزجاجيه حواليك واسعه وكبيره ومخليه مستوى الرؤيه كويس جدا. الناس اللي بتحب تكون سايقه وشايفه ابعاد العربيه كلها هتبقى مرتاحه جدا في العربيه دي. الحاجه الثانيه هي مستوى العزل. مستوى العزل في العربيه كويس متوسط، يعني كان محتاج يكون اكتر من كده، خاصه انك بتسمع صوت الطريق تحت وبتسمع كمان يعني صوت الموتور شويه، ودي حاجه كانت محتاجه تتعالج في العربيه، خاصه انها بتقدم مستوى كويس من الفخامه والتجهيزات يعني، فكانت محتاجه العزل يكون احسن من كده شويتين. نيجي بقى للموتور. العربيه دي شغاله بموتور بوكسر بقوه 114 حصان عند 5600 لفه في الدقيقه، و150 نيوتن في المتر عند 4000 لفه في الدقيقه. والموتور ده متوصل بفتيس سي في تي، والعربيه شغاله زي كل عربيات سوبارو بنظام دفع كلي للعجلات. تعال بقى نقسم الموضوع ده لجزئين كده عشان نشرحه. اول حاجه الموتور البوكسر. ايه بقى الموتور البوكسر اللي سوبارو شغاله بيها دي؟ المواتير دي يا سيدي المفروض انها شغاله في وضعيه السلندرات بتاعتها عكس المواتير الاعتياديه. المواتير العاديه اللي في كل العربيات البساتم اللي فيها تبقى شغاله بوضعيه راسيه من تحت لفوق، لكن المواتير البوكسر بتبقى السلندرات بوضعيه افقيه، بساتم شغاله يمين وشمال. ايه بقى المميزات والعيوب للمواتير البوكسر دي؟ اول حاجه المواتير البوكسر عشان الوضعيه الافقيه بتاعتها دي، فبتبقى وضعيتها في العربيه منخفضه، فبالتالي بيبقى مركز الثقل بتاع العربيه اوطى، وده بيوفر للعربيه ثبات احسن وبيوفر لها اداء احسن في الملفات، وكمان طبعا في المجمل بيديها في الاخر مستوى امان احسن، يعني بيحسن من الامان ومن الاداء. الحاجه الثانيه ان عشان الوضعيه افقيه، فالكتل بتاعه الاجزاء المتحركه في الموتور بتبقى اقل من المواتير العاديه، وده معناه ان معدل الاهتزازات والضوضاء اللي بيطلع من الموتور ده بيكون اقل من المواتير العاديه المفترض، يعني بالذات الاهتزازات، فبالتالي العربيه بتبقى ماشيه بشكل انعم وبتبقى مفروض يعني ريفايند اكتر. الحاجه الثالثه ان عشان برضو الكتل بتاعه القطعه دي قليله ما هياش ضخمه يعني، فالموتور ده بيقدر يوصل لار بي ام اعلى، لعدد لفات اعلى اسهل،
يعني العربيه دي بتقدر الموتور بيقدر يوصل لعدد لفات اكبر، بيتسارع اكبر، بياخد سرعه اكبر، وبالتالي بيديك قوه اكتر، اسرع من المواتير العاديه في وقت اقل وبمجهود اقل، ودي ميزه تضاف ليه وتخلي اداؤه نشط اكتر. طيب ايه عيوب المواتير دي؟ غالبا عيوبها ما تشغلش بالك قوي، يعني هي مكلفه في التصنيع واعلى في التكلفه شويه في الصيانه من المواتير العاديه، لكن مش بشكل مبالغ فيه او يستفزك يعني او يحس ان العربيه مصاريفها عاليه قوي. طيب انا عاده يعني مش من هواة الفتايز السي في تي، ولكن الفتيس السي في تي شغال مع الموتور البوكسر ده مزيكا في العربيه دي، ودي حاجه نادرا يعني ما بنشوفها في الفتايس السي في تي حقيقي. يعني منين ما هتدوس الموتور نشيط جدا وبيسمع الكلام، سواء على الميد رينج او الهاي رينج، اللفات المتوسطه او العاليه، ومش هتحس ابدا ان الموتور معجز معاك ومش عايز يجي مكان ما انت رايح. الحاجه الثانيه ان السي في تي بيشتغل معاك كويس جدا، سلس جدا في السواقه العاديه، استجابته كويسه جدا في الجري، وبشكل عام هيوفروا لك سواء انت عايز تسوق يعني بشكل هادي واقتصادي وبتاع، هيدوك اداء اقتصادي كويس. العربيه تقريبا بتلعب في رينج يعني 8 لتر حسب تجربتي، او انت عايز تجري فتلاقي العربيه استجابتها معاك كويسه جدا. وخلينا بقى نطلع في حته الاداء دي لنظام الدفع الكلي اللي سوبارو بتستخدمه. لو العربيه لقت ان في عجله من العجلات بتتزحلق على الفاضي، مثلا انت غرست في رمله وعجله متعلقه فبتلف على الفاضي، او في شويه زيت على الطريق ففي عجله بتلف على الفاضي، الكلام ده كله يعني اول ما العربيه بتحس انها محتاجه تتدخل، اللي بيحصل انها بتسحب القوه من العجله اللي بتلف على الفاضي ما فيهاش تماسك، وبتدي القوه دي لبقيه العجلات اللي فيها تماسك، فبالتالي العربيه بتستغل العجله اللي فيه تماسك انها ترجع لمسارها الصحيح، بتقدر انك تسيطر عليها وتقدر انك توجهها في الطريق السليم. ولو انت غارز او حاجه من الحاجات دي، العربيه بتقدر تطلع معاك بشكل افضل من العربيات العاديه، يعني هي اذكى من انها يحصل لها الكلام ده. بالحته دي تحديدا بقى، الحته دي تحديدا يعني فيها كلام شويه. عاده العربيات الكروس اوفر، تمام، او العربيات اللي عامله نفسها اس يو في، بتبقى عربيات منظر على الفاضي، عربيات حقيقي يعني لو طلعت بيها فوق الرصيف هتشحط منك ومش هتنزل. وده مش في اكس في. اكس في عربيه تقدر تخش بيها في الرمله، تقدر تغامر بيها، تتنطط بيها، تطلع بيها صحراء، الكلام ده كله. ما تفهمنيش غلط، ما هياش رانجلر، تمام؟ يعني ما تخيلش مثلا انك تطلع بيها جبال القلب يعني، ولكن العربيه بشكل عام لانك تروح بيها الشط، لانك تطلع حاجه كده سفاري في السريع، الكلام ده، الخروجات مع اصحابك، وادي الريان، الكلام ده، العربيه كويسه جدا في الموضوع ده وما بتاثرش فيه. ودي ميزه تضاف لها يعني، خاصه ان في الفئه دي مفيش عربيات تقريبا بتعمل كده. تعال نتكلم بقى عن العفشه والثبات. العربيه دي بما انها عاليه عن الارض فالمفروض انها بتعاني في موضوع الثبات، ولكن العربيه اصلا عفشتها رايحه ناحيه الرياضيه جدا. العفشه ناشفه شويه، بتحاول على قد ما تقدر انها تعوض الارتفاع بتاع العربيه، وخاصه يعني النظام الدفع الكلي بتاع العربيه بيساهم بشكل كبير في انه يضيع من عندك الاحساس ده. العربيه في الملفات بتستخدم نظام الدفع الكلي بتاعها في انها تحافظ على مسارها جدا، وانها تصحح ارتفاعها ووزنها، وبالتالي انت ما بتحسش بالحته دي قوي، يعني انت بتحسش انك قاعد وقلقان وخايف والعربيه بتميل بيك والكلام ده. فيها بادي رول، فيها بادي رول، الجسم بتاع العربيه بيميل شويه في الملفات، ولكن مش بالشكل المزعج او اللي يخوف. انت عندك ثقه في العربيه اكتر شويه. انا شايف ان اصلا نظام الدفع الكلي في العربيه دي مش بس ناحيه المغامره والجري والتنطيط والكلام ده، النظام ده بيساهم في الامان بشكل كبير ونفع العربيه دي بشكل كبير. انا شايف ان اكس في لو ما كانتش بالنظام ده وكانت عربيه دفع امامي يعني زي معظم عربيات الفئه دي، ما كانتش تفوقت خالص او ما كانتش تميزت خالص. هنتكلم في الاخر برضو عن حته النظام الدفع الكلي دي عشان هو عامل في العربيه دي قلق كبير يعني. ونيجي اخيرا للامان. العربيه دي واخده 5 نجوم امان في الاختبارات الاوروبيه، وكمان بتنزل الفئه الاعلى منها يعني بتنزل ب7 اير باجز، بتنزل باي بي اس، باي بي دي، بفي دي سي اللي هو نظام الثبات الالكتروني بتاعهم، وكمان بتنزل بشويه تجهيزات كده حلوه دلع يعني. فالعربيه دي مفوقه شويتين 3 في الامان، خاصه انها اصلا موجهه شويه للعائلات وللمغامره يعني، في حته الامان دي افتكر انها مهمه فيها يعني. الخلاصه في اكس في حقيقي يعني في عربيات كده تقعد معاها وتحس انها مفيش حد ما تناسبوش، ودي حاجه بتزعجني انا شخصيا يعني. في عربيات ببقى عايز اطلع فيها عيوب وفعلا مفيش يعني، لو طلعت لها عيوب غالبا هيبقى تلكيك مش اكتر يعني. العربيه دي انا شايف انها تناسب العائلات جدا، تناسبك لو انت شاب، سواء بتسافر كتير، سواء بتخرج جوه البلد، عايز تغامر، تطلع صحراء، الكلام ده كله. تناسب السيدات اللي عايزين يتحركوا باولادهم وكلام من ده. لو انت حتى شخص عايز عربيه برستيج، عايز عربيه متفرده، شغاله معاك. لو انت من الناس اللي بتحب العربيات الياباني الاعتماديه برضو شغاله معاك. حقيقي اي شخصيه هتفكر فيها هتلاقيها يعني مفيش حاجه في العربيه دي ممكن ما تناسبهاش، خاصه يعني الفئه الاعلى تجهيزا من العربيه دي، البريميوم دي. الفئه دي تجهيزاتها كتيره جدا، فبالتالي حتى حته التجهيزات او الفقر اللي موجود عاده في عربيات سوبارو مش موجود في العربيه دي.
ودي حاجه كويسه جدا. لو بصيت لها لقيمه مقابل سعر، بص بقى، العربيه دي فعليا ما ينفعش تفصلها عن نظام الدفع الكلي بتاعها، لانها متوفره بيه في كل الفئات يعني، والنظام ده فعليا فاصلها عن كل الفئه دي خالص. يعني كل العربيات اللي بتنافس معاها تقريبا عربيات دفع امامي، او يعني كروز اوفر بالاسم بس، تمام. فبالتالي كل ما تيجي تقارنها بحد هتلاقي في الاخر نفسك بتقول طب ما دي دفع كلي وبقيه العربيات لا. فكقيمه مقابل سعر للدفع الكلي بتاعها هي ممتازه جدا. انا شايف ان سعرها كويس قوي بالنسبه اللي بيحصل في السوق يعني. شكرا لكم يا فندم على المتابعه، اتمنى يكون الريفيو ده عجبكم. لو عندكم اي اسئله ثانيه عن اكس في او اي عربيه ثانيه جربناها وما جربناهاش، اكتبوا لي في الكومنتس في اليوتيوب او في الرسائل في الفيسبوك. اعملوا لايك على فيسبوك عشان تتابعوا اخر الاخبار، واعملوا فولو على الانستجرام عشان تشوفوا الكواليس، واعملوا سبسكرايب على اليوتيوب عشان تشوفوا الفيديوهات الجديده لما بتنزل اول ما بتنزل يعني. وكمان شغلوا التنبيهات بتاعه اليوتيوب. انا احمد نوح من اوتوفندي، لينك بتاع بروفايلي في الديسكربشن. سلام يا فندم.